عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده هعمل لكم الفراخ الحمراء اللي هي الامهات او الفراخ الكبيره في السن زي ما بيقولوا. عامله لكم بطريقه سهله وبسيطه جدا، يا رب ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بصلايه مبشوره هديها وعليها بهارات، هديها فلفل اسود وهي اساسها الفلفل الاسود، هديها معلقه زبده وهدعكها كده في بعضها بس كده السمنة فيها بالفلفل كله. هديها ملح كله في بعضه كده كده. بعد ما كله في بعضه كده الفلفل والبصل والبهارات اديها كده مقطعاها مكعبات صغيرة، اقلب كله في بعضه كده. اديها الرز انا غسلاه بس مش نقعاه. هقلب كله في بعضه بايدي كده. اقلبه كويس قوي في بعضه. كده خلاص. نجيب الفرخة، طبعا دي الفرخة مغسولة كويس طبعا. هحشيها بقى قدامكم من هنا. اجيب الرز اللي انا عملته ادخله كده وابتدي بايدي كده اضغط لجوه واضغط لحد ما اجي هنا انها لجوه كده. طبعا انا بحط فيها رز كتير عشان هي بتاخد سوا، فالرز هيستوي. والرز انا حاطاه ني بس هيستوي وبيدي بقى ريحه حلوه وطعم جميل قوي لما الرز بيستوي بيتحشي ني كده. بملى هنا بدخل قوي بدخل كله كده. الفرخه دي 3 كيلو الا ربع، عامله لها كوبايه يعني قولي حوالي ربع كيلو رز. كده خلاص خلصت. شايفين الرز مش دكاها قوي عشان برضو يستوي. دي القماصة بحب اقفل بيها كده وبعدين ادخلها كتفها بقى كده. هدخل دي كده واقوم مدخلها الطرف التاني كده بس هي جامدة شوية بس هندخلها برضو. هنضغط كده بس كده خلاص كده. هنجيب حلة ضغط وهنحطها فيها عشان ما تاخدش وقت طويل. وممكن لو عايزين تحطها في حلة عادية عادي، الحلة العادية ممكن تاخد حوالي ساعتين الا ربع. في حلة الضغط هتاخد ساعة وربع سوا وممكن ساعة وعشرة، هنشوف. هنا حطيت في الشوربة خلطة كده بجيبها من العطار على بعضها: فلفل اسود، ورق لورو، روزماري، حبهان، قرنفل، وبصلاية متقطعة. وهجيب الفرخة واحطها ادي الفرخة، وهجيب ملح وهنقفل الحلة. ده الغطا كده بنقفلها ونقفل من هنا كده نقفله.
كده خلاص قفلناها، وهسيبها بقى لمدة ساعة وربع. ممكن بعد ساعة افتح عليها لو لقيتها استوت، بسيبها، مش كده بديها ربع ساعة كمان بتستوي. هوريكم شكلها. دلوقتي انا سخنت الزيت عشان احمر الفرخة بعد ما استوت. كده قلبتها على الناحية التانية بتحمر. يا رب الفيديو يكون عجبكم. يلا سلام عليكم.